كنت بتكلم مع حد في السوبر ماركت على المنتجات والمقاطعة ومش عارف ايه، حصل حوار يعني. فهو قال لي يا استاذة هو الموضوع هياخد وقت والناس هترجع تاني، ترجع بقى تشرب بقى البيبسي وترجع تاني للمنتجات اللي هي كانت بتستخدمها واللي هي دلوقتي مقاطعة. الحقيقة انا مخي مش متصور ده، وده مش كلام على فكرة الراجل بتاع السوبر ماركت بس، ده كلام كذا حد. انا مخي مش قادر يستوعب ده، مش قادر يستوعب اللي احنا حاضر لسه عايشينه. يعني حتى انا في الفيديو ده انا لسه ما حصلش وقف اطلاق نار ولا حصل اي حاجه. احنا لسه يعني هنفتح التلفزيون هنلاقي في خصف، وهنلاقي في مستشفيات بتخرج عن الخدمه، وهنلاقي دم، وهنلاقي اشلاء، وهنلاقي ناس تحت الانقاض. احنا لسه عايشين القصه المؤلمه. فانا مش متخيله ان بعد فتره ترجع ريما لعادتها القديمه وكأن شيئا لم يكن. فحاجه احنا عايشينها، لسه عايشينها لغايه دلوقتي. يعني اسرائيل طلعت بمنتهى البجاحه وقالت انها هتنجي